عزيزي مارسيل كولر، الكرة مش تشكيل، مش 4-2-4 وترمي الأربع مهاجمين وتغير مراكز اللعيبة، تلعب أشرف بن شرقي يمين وإمام عاشور شمال وتلعب 2 رؤوس حربة، تلعب 2 لعيبة ارتكاز. الكرة فيها جزئيات، فيها سيناريوهات، ولكن عشان أنت فضيت شطبت ما عادش عندك حاجة تقدمها للنادي الأهلي، وأنت محظوظ إن أنت بتدرب النادي الأهلي ومحظوظ إن أنت كسبت 1-0. دلائل كتير جدا إن الكرة مش تشكيل بس، ولكن إقراء فنية للمنافس وقراءة فنية للعيبة بتاعتك اللي ممكن تلعب. أنت بتربر مع مهاجمين علشان تقول أنا حطيت كل عناصر القوة اللي عندي علشان أكسب بيها مباراة. أنت كسبت بهدف المدافع. الشوط الأول 50 دقيقة ولا كرة على المرمى من الأربع مهاجمين. الشوط الثاني تغييراتك في الدقيقة 75 نزول عمر كمال. شفنا أهلي لما بدأ يتحول 4-3-3 وإمام عاشور يلعب تحت في نص الملعب البوكس تو بوكس. عزيزي مارسيل كولر، انت بتلعب بالنار والاهلي بيلعب بالنار باستمراره عليك او بالبقاء عليك. كسبت 1-0 لانك انت الاهلي وبتلعب في استاد القاهره امام جمهور كبير جدا. انا وجهه نظري ان كولر فعلا للمره الثانيه والثالثه شطب، ما عادش عنده اي حاجه يقدمها للنادي الاهلي. مبروك لبيراميدز 4-1 مع فريق قوي جدا وفريق صعب جدا، الجيش الملكي واحد من اقوى الانديه المغربيه. نتيجه ممتازه، نتيجه مريحه، اداء اكثر من رائع بالنسبه لنادي بيراميدز. تحياتي والى اللقاء. بس كولر شطب يا جماعه.